وكون راجل سيدي وحط الاستقالة. السلام عليكم. في خبر مفاجئ، أعلن محمد طلال الناطق الرسمي ديال نادي الوداد الرياضي وعضو المكتب المديري على تقديم استقالته من جميع المهام ديالو داخل الفريق. القرار جا في واحد الظرفية حساسة كيمر منها النادي وبدون توضيحات رسمية من طرف المكتب المسير، الشيء اللي خلق بزاف ديال التساؤلات وسط الجماهير الودادية، خصوصا أن طلال كان واحد من الوجوه اللي كتمثل النادي في الإعلام وكيخرج يوضح بزاف ديال الأمور في اللحظات الصعيبة. محمد طلال كان معروف بخرجاته الإعلامية وطريقته في الدفاع على توجهات المكتب، ودابا بعد هذه الاستقالة المفاجئة بزاف كيتسائلوا واش القرار عنده علاقة بتغييرات داخل النادي ولا أسباب شخصية مازال ما تعرفاتش. الجماهير كتسنى شي توضيح رسمي في الساعات الجايه باش يفهموا شنو واقع بالضبط. الوداد دابا في مرحله حساسه وكيمر من مجموعه ديال التحولات سواء في الاداره ولا في الفريق، وهذه الاستقاله زادت الغموض. الناصيري وكنا نتابعها عن مضض، هو ان ملي كيقولوا له اش من تسير انفرادي واحد السوار تسير في حالك، عطينا التسع. منين مشى الناصيري ما لقينا حتى واحد. شنو رايكم في هذه الخطوه؟ واش كنتو كتوقعوها؟ وشنو ممكن تكون الاسباب الحقيقيه وراها؟